اتفضلوا. انا مش مصدق اليوم ده. انا كمان مبسوطه قوي. اليوم ده اجمل يوم واعظم يوم واحلى يوم واوسخ يوم شفته في حياتي. ايه ده يا نور، في ايه مالك؟ انا مش مصدق نفسي. انت يا بنتي ما شفتيش ابوكي؟ هو بيبص لي بوشه العكر. وشه العكر؟ انت وشك يا نور. انا مش عارف ازاي اتجوز واحده زيك. انت بتقول ايه يا نور؟ انت بتهزر؟ انت ما بتتكلميش وما بتفتحيش بقى خالص. انت انسانه زباله يا شيخه. في ايه يا ابني؟ استنى انت انسانه زباله يا نور. مالك يا انا نور؟ مش مصدق نفسي. ما احنا كنا كويسين. اليوم ده اوحش يوم في حياتي مالك يا واوسخ يوم في العالم. يا نور؟ انت بتهزر معايا وعامل مالك؟ ما اسمعش صوتك خالص. ما اسمعش صوتك خالص. في ايه يا نور؟ المعازيم بيبصوا لي بصات غريبه والناس عماله تبصوا لي الفرح كان جميل. بيرقصوا لي غصب عني وانا مش عايز ارقص وماليش نفس اصلا اعمل اي حاجه. انت بتهزر صح؟ كان جميل يا ابني، مفيش حاجه. ماليش نفس اعمل اي حاجه. نور بطل هزار بقى الرخم ده يا نور. ما اسمعيش صوتك. ما اسمعش صوتك خالص. يا ابني مالك يا ابني؟ مالك يا نور؟ مالك يا نور؟ مالك يا ابني؟ مالك يا ابني؟ يا ابني انا التليفون بسرعه. تليفون يا نور. مالك يا ابني؟ نور يا نور. يا نور احنا مالك يا ابني؟ تعالى بسرعه الحق. نور ما اعرفش اللي حصل له فجاه، قاعد يعمل حاجات غريبه واغمى عليه. تعالى بسرعه يلا. اتفضل يا سيدنا الشيخ. يزيد فضلك يا اختي. انا مش عارفه نور حاله اتقلب كده ليه. احنا كنا في الفرح وكنا كويسين جدا وهزار وضحك وغنى ورقص وكان مفيش اي مشكله حصلت في الفرح، وفجاه واحنا داخلين وكان عمال يقول لي كلام حلو، ادخلي يا حبيبتي ونورتي وفرحان، وفجاه قلب عليا وانت مين انت وانا ازاي متجوزك وانت اصلا عملتي مشاكل في الفرح، انت ابوكي كان بيبص لي، انت امك كانت بتبص لي، انا مش طايقك، وقام مغمى عليه. انا مش عارفه حصل كده ازاي ومش عارفه ليه اتشقلب حلو قوي كده. انا خايفه يكون حصل له حاجه وفجاه اترمى على الارض كده. انا خايفه قوي. شوف يا سيدنا الشيخ يكون في حاجه فيه والنبي. ده الظاهر ان هو معمول له عمل. عمل؟ مين هيعمل له عمل اصلا؟ ايه مين اللي جنب دي؟ دي حماتي مامته. انا مامتي. في ايه يا ابني؟ متقلقيش يا ست الكل، انا اعرف كل حاجه بعدين. هو فين استاذ نور دلوقتي؟ هو نايم. انا قلت لك ان هو من وقتها وهو مغمى علينا، ما اعرفش ماله، خايفه قوي يكون جرى له حاجه. طيب ممكن توديني ليه؟ حاضر اتفضل. اتفضلي يا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده كمان جايبالي شيخ؟ ايه ده بس؟ وانا مجنون؟ ايه ده بس؟ ايه ده بس؟ تبين اخوك. ده يا عم افضفض معاك واقول لك كلمتين. اخويا يا عم، انت بتقول تبقى اخويا؟ معلش هسألك كام سؤال وهمشي على طول. قال قول لي يا اخويا، هو انت اتجوزت قبل كده؟ ده ما اتجوزتش. بس ليه يعني؟ طب امك ليها علاقة كويسة بينك وبين مراتك قبل ما تتجوز؟ ليها. يعني كويسة معاها؟ يا عم كويسة. وايه يا عم في ايه؟ مفيش حاجة. طيب انا اعرف كل حاجة بعدين. طب وانت لما اتجوزتها حسيت بايه؟ ما كنتش طايقها. كنت بلع عن اليوم اللي انا شفتها فيه. ما كنتش عايزة ما كنتش عايز اشوفها خالص. كنت مخنوق منها مجنون. هو ده وش حد يتجوزه؟ طبعا قبل كده كان في غير الكلام ده خالص قبل ما تتجوزها. بس في حاجة يا شيخ. اتفضل. كنت بحبها قوي. ممكن تديني ايدك يا اخويا بعد اذنك؟ اشمعنى؟ اديني ايدك بس. وايه ده؟ وايه اللي انت بتعمله ده؟ معلش نعرف كل حاجة بعدين. دلوقتي استأذنك انا دلوقتي همشي. السلام عليكم. ولا فاهم ولا اي حاجة. ايه يا شيخ طمنا، عملت ايه؟ خير ان شاء الله يا اختي. خير يا امي خير. استاذنك بس يا اختي، ممكن تختمي هنا صواعك بس؟ اهو. تمام. استاذنك يا امي، ممكن تختمي هنا بس؟ ليه في ايه؟ معلش اختمي بس كده، عايز اشوف حاجه. ماشي هاخده، بس ليه في ايه؟ مفيش حاجه بس بعد اذنك، بس هشوف دلوقتي وكلنا هنعرف دلوقتي. طب ممكن يا امي استاذنك كلمتين على الانفراد؟ معلش. ماشي يا ابني في ايه؟ معلش تعالي معايا بس كلمتين على الانفراد. ماشي. في ايه؟ ليه يا امي عملت كده في ابنك؟ في ايه يا ابني؟ انا عملت ايه؟ استاذنك تفتحي الشنطه بس.
طيب ليه؟ ماشي هفتحها بس ليه؟ افتحيها بس، افتحيها. طب ماشي، في ايه بس؟ افتحيها، نعرف كل حاجه دلوقتي. ابني ماله، في ايه؟ ابنك معمول له عمل استكوان. ومين هيعمل له عمل يا ابني؟ خلاص بقى يا حاج، عرفنا كل حاجه. طب مين هيعمل له عمل؟ ابني غلبان، ما فيش حد يعني يرضى يعمل له حاجه. افتحي الشنطه، افتحي الشنطه. ايوه هي دي. استاذنك بس. طلعيها بس. دي ازازه ميه يا ابني بشرب. طلعيها بس، دي ازازه طلعيها. ميه بشرب يا ابني. معلش ازازة ميه. اه دي فيها عمل. ليه يا امي عملتي معايا كده؟ طب بما ان انت عرفت، عشان انا ما بحبهاش. ده دي بنت اساسا بومه، من يوم ما دخلت حياته وهي فقرته، من يوم ما دخلت حياته وهو حياته اتشقلبت، ما بقاش يحب اخواته، ما بيحبش امه، خلاص ما بقاش في حاجه في الدنيا كلها غيرها. هي بقت مركز الكون بالنسبه له. احبها ازاي؟ قلت له مره واثنين وثلاثه، دي لا بلاش، دي انسانه مش كويسه، دي بتحرضك على اخواتك، ما بتحبش اخواتك، ما بتحبش امك. طيب يا امي، انا مش هعرفه ان انت عملتي له العمل، بس انا هخليه يسيب البيت ده ويمشي هو ومراته. ليه يا ابني كده؟ ليه؟ ده انا عملت كل ده عشان ابني ما يبعدش عني. مش كفايه ان انت اللي عامله له العمل؟ ما انا عملت العمل علشان هي انسانه مش كويسه، وعشان ابني ايه شعوره لما يعرف ان امه هي اللي عامله له العمل؟ ايه شعوره دلوقتي؟ انا عارفه ان انا كسرت قلبه، عارفه ان انا غلطانه، بس انا برضو في نفس الوقت مش عايزاه يبعد عني. هيبعد عني وهيبعد عن اخواته، لان دي حربايه، دي مش انسانه، يعني انسانه مش كويسه، لا هي ولا اهلها. مهما كان يا امي، بس ده ابنك تعملي له عمل. ما هو يا حبيبي انا عايزاه يفضل معايا خلاص، وعايزاه له بنت كويسه، دي مش كويسه. معلش النقاش خلص، وانا دلوقتي هروح اقول له ان هو يسيب البيت هو ومراته ويروح بيت جديد ويعيش بره عنك خالص، عشان خلاص ما باليد حيله. طب عشان خاطري يا اقول له ان امي طب, هي اللي عامله له العمل. طب يا ابني حرام كده، طب كده هيبعد عني وانا مش عايزاه يبعد عني. انت اللي عملت كده. ما انا ماليش غيره يا ابني. ما باليد حيله، معلش انا راح اقول له دلوقتي. بقول لك يا اخويا، استاذنك انت ممكن تاني؟ تشرب شويه دول. انت ما مشيتش يا عم ولا ايه يا عم؟ اشرب الميه دي. انت عايز مني ايه يا ابني انت؟ معلش اتفضل اشرب الميه دي. ايه يعني الميه دي بقى؟ ميه؟ اشربها، ميه عاديه اشربها كلها. شكرا. هو فيها دكتور؟ انت دكتور ولا مين؟ انت شيخ؟ انا اخ ليك عادي. بص نصيحة لي، خد مراتك وامشي من البيت ده. يعني ايه امشي من البيت ده؟ بيتي. اسمع مني. ايوه يعني ايه برضه؟ عايزك تفهمني. امشي من بيتي؟ ده انا لسه متجوز فيه. سيب البيت ده وامشي منه. هو ايه اللي حصل بس؟ انا عايز افهم. مفيش حاجة حصلت، بس البيت ده مش خير ليك. يعني ايه مش خير ليا؟ مش خير ليك وخلاص، معلش سيب البيت ده، بيعه، سيبه، امشي، خد مراتك وامشي من هنا. ماشي. اتمنى انك تكون بخير يا اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وربنا ما يسيب البيت.